تسجيلات إمام الزمان تقدم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من جنوده، والله تبارك وتعالى يقول: ولله جنود السماوات والأرض. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكل الآيات التي تكلم الله تبارك وتعالى بها في كتابه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجهة للأمة، موجهة للمسلمين، موجهة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة محمد أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصغير والكبير، والرجل والمرأة، والراعي والرعية. فأولا نقول: الشعب السوري أعلن للخلق جميعا أنه صابر على الأمر بالمعروف مهما دفع من الثمن، ومهما دفع من التخاذل، ومهما دفع من الضعف. وهو مدرسة، بل جامعة، بل دول تعلمنا أخلاقا عظيمة ينبغي أن نقتدي بهم ونتتلمذ على ما فعلوا. ثانيا أيها الكرام، نريد أن نعرف ما الذي يجب علينا. يجب علينا أن نهدم الباطل، سواء كان بطرد السفير أو قطع العلاقات أو إنهاء المعاملات الاقتصادية بيننا وبينهم. يجب أن نطرد كل شريك اقتصادي من رامي مخلوف وماهر الأسد وبشار الأسد وكل هؤلاء. ما الفائدة حين نستخدم سفيرنا ونطالب بطرد السفير ونحن نبيع ونشتري معهم ونتعاقد معهم ونشاركهم في دنياهم؟ والله إن هذا لمن التناقض الكبير. ثالثا، ينبغي على المسؤولين أن يتبصروا وأن ينتبهوا. نوجه رسالتنا لجميع المسؤولين من الوزراء والأمراء والملوك والرؤساء: تعلموا من الدروس. هذا قطار لا يعرف إلا طريقا واحدا، هذا قطار لا يعرف إلا طريقا واحدا بدأ من تونس ولا ندري متى ينتهي. فإن وقفتم أمامه بالأمن والتحقيق والتعذيب فسيطحنكم طحنا وينهيكم عن هذه المناصب. تعلموا قبل أن تذهبوا، واستفيدوا قبل أن ترحلوا. يا من لم تذهب عروشهم، تعلموا ممن ذهبت عروشهم، واستفيدوا إن كنتم عقلاء، ولا تكرروا أخطاء الدول الثانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وأختم وأقول أن الشعب السوري يحتاج إلينا في بناء دولته أكثر من حاجته إلينا في هدم الباطل. نحن نتعاون الآن على هدم الباطل الذي يجري في سوريا، ونريد أن نتعاون على بناء الحق. دولة مصر بعد أن ذهب الباطل اختلفنا في بناء الحق، وذهب كل حزب بما لديهم فرحون. ونريد أن نتعاون كما هدمنا الباطل معا، فنريد أن نبني الحق معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.